مساء الخير. من بعد انقطاع كثير طويل نعود لكم بالحلقة الثالثة من عطور وإصدارات عطرية عمانية. هالمرة طبعا من نفس الموقع بالضبط ومن نفس الزاوية، 3 عطور، 2 من نفس الدار والثالث من دار ثانية، وللمرة الأولى تكون معنا في هذه السلسلة. نبدأ من اليمين بعطر روز هيل. روز هيل من البراند اللي شهادتي فيها مجروحة كعطور، كخلطات، كبخور، كعود مسقى. طبعا معروفين، واللي متابعون يعرفوا كيف أنا أحب هذه الماركة وياما كلمتكم عنها وصار لكم منتجاتهم اللي يقدموه من إبداعات عطرية وتحف كذلك. عموما روز هيل عطر مو كثير معقد، يتكون من نوتات بسيطة، أوضحها وأهمها روز هيل اللي يحمل اسم العطر. تخيلوا الورد البلغاري مع الهيل. أنا شخص أعشق الهيل، وتوظيف الهيل في هذا العطر من أروع ما يكون. هذا العطر وبكل اختصار أجمل عطر مر علي مع البخور. يعني لما تتبخروا سواء عود بيور أو بخور أو عود مسقى وما شابه، يصير الكومبينيشن مع عطر روز هيل شيء خرافي، شيء فعلا خرافي. والحلو انه لما يعني تبخوا من العطر كذا بروح، يعني مش من العطور اللي ثقيلة واللي يعني متزامنة مع فترات معينة فصول معينة، لا، هذا العطر جوكر، وفي نفس الوقت كذا له شخصية معينة، مو من العطور اللي تشبه عطور أخرى ولها يعني روايح شبيهة وتوستات يعني من العطور المنفردة. كثير أحب هذا العطر كثير وأنصحكم فيه بقوة. ننتقل للعطر الثاني. العطر الثاني سيجار اند جاز من جولندا انكو. هذا براند عماني لشاب عماني بدأ مسيرته مع هذا البراند من تقريبا 5 سنوات، من 2020 تقريبا، بعطر فيلفت لوبان. عطر فيلفت لوبان أنا بالنسبة لي أحلى عطر لوبان مر علي على الإطلاق. عطر مخملي راقي راقي، من العطور اللي بس تحب تبخ وتشم نفسك كذا، مريح راقي لطيف كلاسيك كلاسي. شهادتي بهذاك العطر مجروحة، وصادف اني اجرب مؤخرا اصدارهم اللي نازل تقريبا من سنة. هذا العطر سيجار ان جاز خرافي، مع اني انا مو كثير احب التوباكو بصراحة، بس هنا التوباكو مع الحمضيات في الافتتاحية صاير كومبينيشن خرافي. بالعادة التوباكو عطور التوباكو تكون مرتبطة بالفانيلا بالنوتات السويتية، لما يكون التوباكو مع نوتات سويتية أنا هنا ما أحب، أحس إنه العطر كثير ثقيل ورواي خلاص، يعني 6 7 8 سنوات مرت عليها وخذت حقها في السوق وأحس إنه كفاية. بس هذا لا، عطر توباكو كلاسيك كذا على الحمضيات، صاير شيء في قمة الروعة. ولونج لاستنج طبعا، كل العطور الثلاثة هذيل لونج لاستنج وثابتة وفواحة، فأنصحكم فيه محبين التوباكو، بس اللي نفسي مو التوباكو المعتاد اللي خلاص ملينا منه، مثل منسيرا ومثل الماركات الثانية. عموما ننتقل للأخير، البتيل. البتيل من سفار كذلك. البتيل عطر صريح وواضح، والبتيل هو أكثر عطر يثبت ويفوح حاليا في السوق. ما أتوقع في عطر بثبات وفوحان البتيل. من العطور اللي لما تفتح الكاب الغطا وتشم العطر الريحة تطبخ بخشمك. رائع هذا العطر. المحبين الفخامة، المحبين الثبات والفوحان اللامتناهي القوي، بس مو مزعج. هذا الحلو فيه انه الكومبينيشن عنبر عود على تاتش خفيف توباكو، بس ما ينشم التوباكو، عود وعنبر، والعود الحلو والعنبر الحلو. ترى العنبر او العود في 1000 نوع من هذا وهذا، بس هنا لا، العود الحلو والعنبر الحلو، فالصاير الخلطة او المزيج هذا كثير فخم. يعني مزيج عطر البتيل بالنسبة لي من افضل العطور الفخمة اللي حاليا متوفرة وموجودة بالسوق، بس للمناسبات والاجواء الباردة وللاماكن المفتوحة، لانه نفاذ فواح قوي. يعني تروح الدوام ما احس انه مناسب حتى لو الجو بارد، بس ممكن الناس اللي حولك
تنزعج من الريحة، لأن هذه الروائح لها أماكن وأوقات معينة، فيفضل إنك البتيل تعرف متى تستخدمه، لأنه فعليا عطار يفرض حضوره بقوة في المكان. فهذيل العطور يجاز في نسخة عطور عمانية رقم 3 روز هيل سيجار جاز